فكره ان العلم التركي ينزل دي كارثه انتم مش متخيلينها. من يومين كده قامت مجموعه من اللي هي القوات بتاعت قصد على الحدود مع تركيا ان هم طلعوا جابوا العلم التركي وراحوا منزلين، وحصلت دي في كذا مكان كمان. هل الموضوع ده يتسكت عليه؟ لا، ما يتسكتش عليه. ليه؟ لان انت لما تيجي تتكلم او تنتقد لازم تفهم طبيعه وثقافه الناس دي. طيب الطبيعه والثقافه بتاعت تركيا اللي هي مبنيه على ايه؟ مبنيه على حاجه اسمها القوميه. القوميه عند الاتراك من زمان جدا، يمكن من قبل الميلاد، من دوله اسمها دوله الهون، وبعد كده دوله اسمها الجوكتورك، وبعد كده حتى لما وصلوا للدول الثانيه، لما وصلنا حتى للسلاجقه كان هم قوم مختلف عن الباقي وعملوا اماره لوحدهم، وبعد كده بقت الدوله العثمانيه. وكل ده بقى ايه؟ تحت مظله ايه؟ تحت مظله علم واحد. فالعلم ده ما ينفعش تيجي جنبه ابدا. يعني بص هتلاقي مثلا في استقلال مارش اللي هو النشيد الوطني التركي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ سönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. يعني ايه؟ يعني لم ولن ينطفئ هذه الرايه الحمراء التي تسبح في الافق. طب وهنا استخدم ينطفئ او اللي هي الفعل ده ليه؟ عشان الهلال المنور. طب وهنا استخدم زمن ايه في اللغه التركيه؟ حاجه اسمها الجنيس زمان او الزمن الواسع، عشان تديك معنى الحاضر ومعنى كمان المستقبل، ان هو لم ولن ينطفئ تماما. والله تصدقوا اللغه التركيه دي لذيذه، بفكر اعمل فيديوهات ليها علاقه بحاجات كده اللي هي الممتعه دي في اللغه التركيه. المهم بقى، فانت لما تلاقي تركي متحمس جدا للعلم بتاعه لازم ان انت تحترمه. اللي جه تركيا او اللي عايش في تركيا او اللي زار تركيا هيشوف قيمه العلم التركي عامله ازاي. كل ما يمشي في حته هيلاقي العلم التركي في اي حته.